خليني احكي لكم على كارثه كانت هتحصل معايا، لكن الحمد لله ربك ستر. خلي بالك يا صديقي، هي ممكن تكون الكارثه دي بتحصل معاك دلوقتي وانت ما عندكش اي فكره، فخد بالك وتابع الفيديو للاخر عشان تشوف ايه اللي حصل. من حوالي شهرين يا صديقي الموبايل بتاعي ضاع. رحت لاحدى شركات الاتصالات عشان استخرج الخط منها، وما تعرفش يا صديقي ايه اللي خلاني اقول للموظف اكشف لي على البطاقه يا فندم وشوف لي في كام خط متسجلين عندكم باسمي. انا المتعارف عليه يا اخويا ان انا ما عنديش غير 4 خطوط، 2 في الشركه اللي انا كنت فيها دلوقتي و2 في شركه اخرى، واحد وواحد بتوعي وواحد جايبهم للمدام. وهنا يا صديقي كانت الصعقه، الاقي الموظف يقول لي يا فندم انت فعلا في خطين باسمك عندنا هنا في الشركه، لكن في 4 خطوط في الشركه الاخرى متسجلين باسمك. وانا يا صديقي ما كنتش اعرف عنهم اي حاجه. قلت له طب يا فندم اديني الارقام دي كده. ارن على اول رقم مقفول، ارن على الرقم التاني ترد عليا واحده ايوه مين حضرتك عايز ايه، بنت كده صوتها صغير في السن 25 26 سنه. خدت بعضي فورا يا صديقي ودورت الموتوسيكل بتاعي ورحت على فرع الشركه التانيه وقلت له يا فندم اكشف لي على البطاقه شوف لي في كام خط متسجلين عندكم باسمي. قال لي في 4 خطوط. انا كنت عايز خط من الاول، قلت له طب اسحب لي ال3. سحبت ال3 خطوط وروحت بيهم البيت. اشتريت طبعا موبايل جديد بدل الموبايل اللي ضاع، ومعايا هنا موبايل صغير كده رحت حاطط فيه الخطين اللي انا سحبتهم اللي كان مع البنت والخط التاني. وهنا كانت المفاجأة يا صديقي. بس قبل ما اقول لك المفاجأة خليني نتخيل انا وانت السيناريو ده. انا لو معايا خط متسجل باسم حضرتك او باسم حضرتك ممكن اعمل بيه ايه؟ انا اقدر انزل اي ابلكيشن من ابلكيشنات التوصيل واعمل مشكلة مع الكابتن واخد العربية او السكوتر اللي هو جاي بيهم وامشي. حضرتك لبست جناية سرقة بالاكراه، ما الخط هنا باسمك. او يا صديقي افتح احدى ابلكيشنات التوصيل واطلب من هناك اوردر ولا اوردرين غاليين ويجي لي مندوب التوصيل واخد منه الشحنه وما حاسبش. حضرتك هنا يا فندم لبست جنحه نصب. خلينا نرجع للمفاجاه يا صديقي. لما شغلت الخطوط عندي هنا الخط قعد اكتر من شهر يرن، كل شويه واحد يرد عليا ايوه يا اميره امال فين محمود، طب انتوا مش عارف، اقول له يا فندم النمره غلط، ايوه يا محمود امال فين اميره، يا فندم الرقم غلط. اكتر من شهرين على ده الحال يا صديقي لحد ما التليفون بطل يرن تماما والحمد لله. وهنا يا صديقي انا مش جاي اكركب لك بطنك واسيبك وامشي، انا جايب لك حلين. الحل الاول يا صديقي انك تعمل زي ما انا عملت وتتوجه الى شركه الاتصالات اللي مسؤوله عن الخط بتاعك وتكشف على البطاقه بتاعت حضرتك وتشوف انت عندك كام خط على البطاقه. طب انا يا عم ابو اكرم مكسل ومش قادر انزل واروح واجي والفرهده اللي انت جاي فيها دي. حلك عندي يا صديقي، هنا هتنزل ابلكيشن نترو. تعال نشوف مع بعض هنعمل فيه ايه. اول حاجه هنعملها طبعا هنروح على الماب، هنكتب في السيرش نترو NETRO. هيفتح معانا الابلكيشن بالمنظر ده شكل الابلكيشن من بره. هنا نزلنا الابلكيشن وفتحناه ودخلنا عليه، بيفتح معاك بالمنظر ده. اول ما هتخش على كلمة الخدمات، فوق هتلاقي خدماتي، ارقامي، الاستعلام. اضغط استعلام هيحمل معاك ثواني معدودة، هيفتح معاك بالمنظر ده. طبعا هتعمل بما انك اول مرة عامل تسجيل دخول عادي خالص، اكتب رقم تليفونك والباسورد، ترجع تاني تكتب خدماتي، ارقامي، الاستعلام. هيطلب منك الرقم القومي، هنا هتدخل الرقم القومي بتاع حضرتك. ثواني هكتب الرقم القومي بتاعي، هندوس بحث، هيحمل معاك ثواني معدودة. تم التحقق من الرقم القومي بنجاح، احتفظ. هتدوس مثلا لأ. هنا قال لي في خطين باسمك في فودافون وفي 4 في اتصالات، مفيش في اورنج ومفيش في وي. تمام. تخش تكشف على الارقام بتاعتك بالمنظر ده، وكده حضرتك تكون اتحققت من الارقام اللي متسجله باسمك في اي شركه اتصالات من ال4 اللي موجودين في مصر. انا مش عايزك يا صديقي تنسى اللايك والشير وتعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع معايا كل جديد. كنت معاكم اخوكم ابو اكرم، ودي قناه مغامراتي وهواياتي. سلام.